اللاعب عنده عروض. وعلى فكره العرض القطري لا من قطر القطري ولا من الشمال القطري. عشان بس القطر القطري الاجانب بتاعته كامله، الشمال القطري ما بيفكرش في بيرسي تاو ولا داخل في موضوع بغداد بنجاح ولا اي حاجه من الكلام ده. تمام. العرضين اللي موجودين عند بيرسي تاو واحد قطري وواحد استقلال طهران الايراني اللي بيقوده بيتسو موسيماني. سيبك من عرض الايراني لانه يعني بيرسي تاو مش مطمن للوضع يعني وجهه نظر حسب الكلام مع زمايله ان موسيماني مش بيستقر مع نادي كتير الا مع النادي الاهلي، فبالتالي هو مش حابب التجربه دي. العرض القطري المشكله اللي فيه ان عقد اللاعب في ال6 شهور اللي بياخدهم مع الاهلي 650,000 دولار. العرض اللي جاي له من قطر من احد الانديه القطريه ب 400,000 دولار، فبالتالي في فرق 250,000 دولار. فاللاعب في الفلوس ما تدورش وراه، لازم عايز من 650 عن 650. فدي القصه. لكن بيرسي تاو هيمشي، فده كلام المدرب، ده كلام طبيعي جدا انه يتقال. لكن بيرسي تاو عشان يحافظ على وحده الفريق في التوقيت الحالي طبيعي، وممكن يقعد معاك لحد ماتش استاد ابيجان. فطبيعي، وانت خصوصا عندك مركز الاجنحه، عندك رضا سليم مصاب.